مخدر الشيطان الشابو، المخدر الأخطر ما بين كل أنواع المخدرات، قادر يخلي الشخص بني آدم تاني. محدش مدرك هو ممكن جرايمه توصل لفين. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. حادثة الأقصر اللي كانت من أيام، اللي اتذبح فيها راجل مسن في نص الشارع على مرأى ومسمع الجميع، كان هو السبب فيها. ومن سنة فاتت عشنا تفاصيل الحادثة دي بأشخاص تانية. حادثة الإسماعيلية لما مدمن الشابو ذبح راجل لا يعرفه ولا ليه أي علاقة بيه، وأخد راسه ومشي بيها في الشارع وعمل ذعر للناس. وهو نفس المخدر اللي كان بيستخدمه سفاح التجمع، وهو نفس المخدر اللي وصل شاب يحاول يعتدي على أخته، وشاب تاني قتل والده وهو تحت تأثير الشابو أو الكريستال ماس أو مخدر الشيطان. كل دول نفس الحاجة، مخدر ملعون. بدأ ظهوره في فترة الحرب العالمية، وأكتر الدول اللي كانت بتستخدمه هي أمريكا وألمانيا، وده لأنه كان بيساعد الجنود على أنهم يفضلوا صاحيين فترة طويلة جدا من غير نوم. ده غير أنه بيخليهم أكتر جراءة وشجاعة، وبيرفع درجة التركيز جدا. انتشار المخدر ده كارثة كبيرة حرفيا، لأنه بيتسبب في أمراض صعبة جدا زي مرض الإيدز وفيروس سي. ده غير أنه بيعمل هلاوس حسية اللي بتخلي الشخص يجيله زي طفح جلدي. يعني مدمن الشابو بيحس من خلال هلاوس المخدر إن في حشرات تحت جلده، فبيبدأ يهرش في المكان اللي عنده الإحساس ده فيه لدرجة إنه بيقطع جلده حرفيا. وطبعا مع انعدام النظافة الشخصية بيخلي الجروح اللي على الجلد تتحول لكوارث. خطورة الشابو الكبيرة في تأثيره على خلايا مخ الإنسان، لأنه بيتحكم في الهرمونات اللي موجودة في المخ زي هرمون الدوبامين، اللي مع مرور الوقت مدمن الشابو بيحصل له مشاكل كبيرة في الذاكرة والإدراك والنوم. طبعا ده بيعمل له هلاوس، وجزء الذاكرة دي حتة مفصلية جدا في أعمال الجرائم اللي حكيت لك عنها. هو إن الشخص اللي بيرتكب الجريمة مع حد من أقاربه بيكون ناسي أصلا وغير مدرك مين الشخص اللي قدامه. ده غير إنه جزئية النوم اللي ممكن يوصل فيها مدمن الشابو ل9 أيام متواصلة من غير نوم، وإنه يكون شخص عنيف جدا، ورؤيته للدم أكتر شيء ممتع حتى لو كان الدم ده دمه هو شخصيا. وده اللي بيخلي مدمنين الشابو دايما في محاولة انهم ينهوا حياتهم. وده برضو اللي بيفسر لينا ازاي الجنود الألمان في الحرب العالمية كانت اكتر التفاصيل اللي بتتحكي عنهم في الحروب هي بشاعة حروبهم. ده غير انه بيعمل حالة من جنون العظمة، يعني الشخص بيكون حاسس بقوة رهيبة جدا. مدمن الشابو بيكون مصاب بفصام في الشخصية. الشابو مش زي باقي المخدرات زي الحشيش مثلا، يعني مش مستخلص من مادة طبيعية، لا ده من مادة كيميائية، وده اللي بيخلي الأضرار تزيد أكتر وأكتر. وتلف المخ بيكون متوقف حجمه عليه، وخصوصا اللي موجود في مصر لأنه مصنع من رصاص البطاريات وحمض الكبريتيك وجزء من المواد اللي بتدخل في صناعة المبيدات الحشرية، وده بيعمل تلف في خلايا المخ، أو بمعنى تاني بيكون طريق مفيش منه رجوع. حاول فضولك ما يخليكش تجربه ولو حتى مرة واحدة. الشابو كان بيجي عن طريق التهريب لمصر، ولكن مع مرور الوقت بقى بيتصنع بشكل محلي وبمواد مدمرة حرفيا، لدرجة انه من اخطر انواع المخدرات عموما. اللي حكيت لك عنه دلوقتي الشابو المصري اخطر منه ب 250 مرة، وده زي ما قال شخص مختص في اثار المخدرات. انا عايزه اقول لك ان الشابو كان غالي جدا، بس هو كمان مش زي اي مخدر. لو كان سعر الجرام منه يساوي 1000 جنيه فالشخص الواحد مش محتاج اصلا جرام، ده ممكن يشترك هو و10 اشخاص في جرام واحد، وده خلى سعره يكون في متناول اي حد، وده سبب انتشاره حواليك زي ما انت شايف. وده المخدر اللي علاماته بتبان من اول مرة. انت متخيل قوته؟ الشابو هو الفاعل والجاني المشترك في كل الجرائم اللي سمعنا عنها واللي هنسمع عنها، لأنه من أول مرة بيعتبر إدمان، بس مش أي إدمان، لأن العلاج منه صعب جدا، وبيكون يدوب إنهم بيحاولوا يرجعوا الشخص لسلوك شبه طبيعي، وهو سبب كل مصيبة شبابنا بيعملوها. اوعى تفكر تجرب، لأنك مش هتحس بانبساط ولا غيره. اوعى تصدق الوهم، بس تصدقني أنا لما أقولك إنك ضروري تعمل لايك وكومنت وشير لو كنت على الفيسبوك، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب، كنت معاكم في ما وراء الحاجات.